ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب. في البداية لازم تبقوا عارفين ان كل الصراعات والمخاطر اللي احنا عايشين فيها حاليا وراهم شخص واحد، واللي قدر ان هو يغير سلاسة العالم كلها، واللي عمل حاجة واحدة بس كانت تقدر ان هي تنهي العالم في ثواني معدودة، وفي نفس الوقت جملة واحدة قالها خلت البشر كلهم يتعاطفوا معاه. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنقوم بإلقاء نظرة على الحياة الحقيقية المجنونة والمضطربة لروبرت أوبنهايمر، أو والد القنبلة الذرية زي ما بيطلق عليه، واللي كان معروف بدوره في مشروع مانهتان أثناء الحرب العالمية التانية. بس يا ريت لو سمحتم قبل ما نبدأ تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والقصة كلها بتبدأ لما السيد يولغوس روبرت أوبنهايمر هاجر من ألمانيا للولايات المتحدة، وعلى الرغم من ان هو ما كانش معاه اي حاجة وقتها، الا انه بدأ رحلة الكفاح بتاعته من الفقر للغنى، وشق طريقه بقى بمثابة المدير الاداري او التنفيذي. وفي سنة 1904 قام بانجاب ابنه جير روبرت، واللي كان اسمه في البداية برضه لوليوس، واللي نشأ وسط الفن والفخامة والطبقة العليا. ده غير كمان ان النجاح التجاري للوالد ضمن حصول جير واخوه فرانك على افضل تعليم ممكن. وجاي استغل وقته في المدرسة بطريقة كويسة جدا، وقام بإكمال الصفين الثالث والرابع في سنة واحدة بس، وأظهر اهتمامه بالعلم في سن مبكرة، يعني لما كان عنده 12 سنة بس تقريبا. وعلى مدار السنين اللي جت بعد كده كان دايما بيقوم بتبادل الرسائل مع عالم جيولوجي محلي بخصوص التكوينات الصخرية اللي هو كان بيلاحظها. وفي يوم المراسل بتاعه قام بترشيحه علشان يكون عضو في نادي المعادن في نيويورك، ودعا لإلقاء محاضرة هناك. وفعلا أعضاء النادي سمحوا له بكده وادوله جولة قوية جدا من التسقيف في الآخر. بس على الرغم من إن جاي كان بيتعامل بشكل كويس مع البالغين، إلا إنه كان دايما بيكافح مع أقرانه بسبب أسلوبه الغريب. ده غير إن أثناء وجوده في المعسكر الصيفي اتعرض للسخرية من قبل زملائه اللي كانوا هناك، ويقال ان هو اتحبس في مرة جوه منزل جليدي طول الليل لوحده. واستمرت الحوادث اللي زي كده في مطاردته لغاية ما دخل الكلية، واللي قضى حياته فيها بشكل منعزل تماما. وبالمناسبة اوبنهايمر اتقبل في جامعة هارفارد واتخرج منها بامتياز مع مرتبة الشرف في 3 سنين بس، وحصل على شهادة في الكيمياء في سن 21. وبعد كده اتنقل لجامعة كامبريدج ودرس الفيزياء هناك. بس اللي كانوا معاه كانوا دايما بيوصفوه بانه مدمر للذات وبيعاني من حزن واكتئاب حاد جدا. ده حتى اتذكر في مرة ان صاحبه اللي كان اسمه فرانسيس فراجوسون حاول ان هو يخرجه من مزاجه السيء عن طريق مشاركة اخبار خطوبته ليه، لكن فجأة روبرت قام بالقبض عليه وحاول ان هو يخنقه. وبالمناسبة كمان اثناء السنوات دي اوبنهايمر اتطرد من كامبريدج بسبب محاولته لتسميم الأستاذ باتريك بلاكيت مدرس الفيزياء هناك، وده لأن هو كان دايما بيقلل من شأنه عن طريق إعطائه تفاحة كانت مختلطة ببعض المواد الكيميائية السامة، بس من حسن الحظ إن التفاحة دي محدش قرب منها. وبعد كده أوبنهايمر بدأ يدرس تاني تحت إيد عالم الفيزياء والرياضيات المشهور ماكس بورن في جامعة جوتنجن بألمانيا، وهناك التقى بالعقول العلمية العظيمة في عصره بما فيهم وولفجان بالي وهايزنبرج وليكو فيلمي بول ديريك وإدوارد تايلر. وفي سن 23 حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة، ورجع للولايات المتحدة وحصل على زمالات من جامعة هارفارد ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. وبعد كده اوبنهايمر بقى أستاذ في جامعة بريكلي في كاليفورنيا، وبدأ في الوقت ده ان هو يقوم بنشر اوراق او ابحاث حول مجموعة من المواضيع، بداية من علم الفلك النظري وحتى الفيزياء النووية ومجال الكم كمان. وفي الفترة دي بدأ يتعلق بالسيدة الأمريكية اللي اسمها كاترين كيتي هارسون، واللي كانت متجوزة في البداية، لكنها لما بقت حامل اتطلقت من جوزها واتجوزت اوبنهايمر. بس علاقتهم كانت برضه مضطربة وكان في مشاكل كتير جدا ما بينهم. وأثناء الحرب العالمية الثانية دعا الرئيس الأمريكي روزفلت بشكل عاجل إلى تطوير القنبلة الذرية، وعلشان كده العلماء الأمريكيين كانوا بيكافحوا من أجل إقناع الحكومة بأهمية ده.
وقاموا بعقد اجتماعات كتيرة واحتاجوا لحضور المزيد من العلماء لمساعدتهم في إتمام العملية دي. وفي سنة 1942 ده أدى إلى إنشاء مشروع مانهتان بالإضافة كمان لمختبر لوس ألاموس في نيو مكسيكو. وتم تعيين أوبنهايمر كمسؤول عن العلماء اللي كانت مهمتهم هي ابتكار الأسلحة النووية بس بطريقة سرية تماما. وعلى الرغم من ان في ناس كتير كانوا مقتنعين ان اوبنهايمر مش هو الشخص المناسب لقيادة مشروع زي ده، الا ان المدير العام او اللي هو ليزلي جرافور شاف ان هو بيتمتع بذكاء عالي جدا وبيمتلك العديد من المواهب على نطاق واسع. وفعلا زي ما احنا عارفين اوبنهايمر اثبت مهارته القيادية في الوقت ده. وعلى فكرة الراجل ده بالتحديد كان من المحتمل انه شايل في راسه سر نووي اكبر من اي شخص تاني. ففي 6 و9 أغسطس سنة 1945 قامت الولايات المتحدة بإلقاء القنابل الذرية على مدينة هيروشيما وناجازاكي، وده أدى إلى قتل ما بين 129 ل 226 ألف شخص، واللي معظمهم كانوا من السكان المحليين. بس في الوقت ده أوبنهايمر حس بالفزع عن تدمير ناجازاكي وشاف إنه مش ضروري أساسا. وبعدها بأقل من أسبوع قام بزيارة الرئيس ترومان وعبروا عن مخاوفه واعترف له انه حس ان ايده كده هتكون اختلطت بالدم لدوره في تصميم القنابل دي. بس ترومان اتعصب جدا بسبب اظهار الندم وقام بطرده من مكتبه. ويقال ان اوبنهايمر قدم استقالته بعد كده، بس مبدأ معارضته لزيادة اسلحة الدمار الشامل في البلاد ادت الى الشك في ولائه اساسا لغاية وقتنا الحالي. واتهموه بعد كده بان هو جاسوس روسي، غير ان هم حطوه تحت مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالية بداية من سنة 1941. بس في سنة 1943 صاحب اوبنهايمر اللي كان اسمه هاكان شوفيلي استاذ الادب الفرنسي اقترح عليه تسريب معلومات القنبلة النووية للاتحاد السوفيتي. بس على الرغم من ان اوبنهايمر رفض ده في البداية، الا ان بعض العلماء اللي شغالين في المشروع قاموا برضه بالافصاح عنها في الاخر. وبالتالي الاتحاد السوفيتي قدر ان هو يعمل قنبلة بنفس قوتها بالظبط، وده كان اثناء الحرب اللي كانت ما بينه وما بين امريكا. وعلشان كده الرئيس الامريكي هاري ترومان طلب من اوبنهايمر ان هو يساعدهم في تطوير القنبلة الهيدروجينية بتاعتهم اللي كانت اقوى من القنبلة النووية بمئات المرات. لكن اوبنهايمر رفض برضه واعتبره بمثابة دمار شامل. وبالتالي امريكا بدأت تحارب اوبنهايمر نفسه، وحولته في نظر الشعب من بطل وعالم عبقري لمجرد شخص خاين رافض مساعدة بلده. وقامت بإلغاء التصريح الأمن الحكومي بتاعه وما بقاش حتى قادر على العمل في الحكومة أو السياسة. ده غير إن هي جردته تقريبا من كل الصلاحيات اللي كانت متاحة ليه. وبدأت بعد كده حملات كتيرة جدا تتوجه ضده حتى بعد انتهاء الحرب دي بعدة سنوات. وفي النهاية اوبنهايمر قضى المتبقي من حياته في التدريس وإلقاء المحاضرات عن الفيزياء ودور العلم في المجتمع، لغاية ما في سنة 1965 تم تشخيص إصابته بسرطان في الصدر، واللي كان نتيجة للتدخين المستمر. وعلى الرغم من محاولتهم لعلاجه إلا إن هو توفى سنة 1967 عن عمر ناهز 62 سنة. ولغاية النهاردة على فكرة الآراء لا تزال تعتبر مختلفة عن الراجل ده. فالبعض بيقولوا ان هو شخص غريب ومتناقض، واللي اي نعم قدر ان هو يستخدم عبقريته للوصول لمكانة كان من الصعب الوصول ليها، بس هو اللي اختار ان هو يعيش في جحيم وعذاب. وفي ناس تانية بتقول ان هو شخص عنده ضمير ورفض ان هو يحط الانسانية كلها على حافة الانهيار. وفي النهاية برضه احب اسألكم، يا ترى انتم شايفين ان اوبنهايمر كان جاني وظالم ولا مظلوم ومجني عليه؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب، واشوفكم على خير ان شاء الله.